السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أحداث كتير بتحصل في نادي الزمالك. استقالة مجلس الإدارة وبعدين لجنة معينة مكونة من 3 أشخاص جت بتدير النادي. قلق كبير موجود عند جماهير نادي الزمالك بشأن الصفقات اللي هتكون موجودة. هل في صفقات؟ مفيش صفقات؟ دي كلها حاجات هنتكلم فيها مع بعض النهارده في حلقة مختلفة نوعا ما. بنعملها النهارده من الكافيه وهناخد فيها اراء برضو الاصدقاء اللي موجودين، وفي اخر الحلقه هقول لكم على مفاجاه بخصوص احمد فتوح، وهل فعلا الاخبار اللي بتتداول على المواقع وما بين الناس كلها هل هو فعلا هيروح النادي الاهلي ولا هيجدد تعاقده مع نادي الزمالك. من ضمن المفاجات اللي هتكون موجوده في حلقه النهارده هيكون معانا محلل الكره العالميه الكابتن محمود حافظ عشان نتكلم معاه على الامور كلها اللي موجوده في نادي الزمالك. وباكد لكم مره تانية ان هيكون في انفراد يخص احمد فتوح بكل التفاصيل، عشان في كلام كتير جدا انتم ممكن تكونوا سمعتوه على مدار الايام اللي فاتت. والموضوع بالنسبه لجماهير الزمالك محير شويه. ممكن يكون مش عارفين ممكن يصدقوا مين. ممكن يكون هيجدد، ممكن يكون مش هيجدد. هقول لكم على كل التفاصيل اللي خاصه بيه. لكن اسمحوا لي في البدايه ان انا ارحب اللي هينضم لينا وهيدخل معانا في كادر التصوير الكابتن محمود حافظ محلل الكره العالميه عشان نناقشه في بعض القضايا اللي تخص نادي الزمالك بشكل خاص. برحب بيك كابتن محمود حافظ. اهلا بيك يا كابتن عيد. برحب بيك. هقرب بقى المايك منك يعني عشان برضو الصوت يبقى افضل. طبعا انا في مقدمه الحلقه كنت بتكلم عن الوضع بالنسبه لنادي الزمالك واستقاله مجلس الاداره. اول حاجه محتاج اعرفها منك وبرضو من الكواليس ومن المصادر اللي موجوده بالنسبه لك. هل دي استقاله زي ما الناس بتقول بشكل يعني وهيرجع مرتضى ومجلس ادارته يظهر تاني في الصوره، ولا خلاص هي صفحه طواها نادي الزمالك وهيبدا صفحه جديده مع لجنه بتدير بشكل مؤقت ثم انتخابات بعد كده؟ طيب، هو في البدايه عشان نوضح لكل اللي بيشاهدوا الفيديو ده او الحلقه دي ان مشكله الاداره دلوقتي في نادي الزمالك ان هي بعض الناس قال ان هي ضغط عليهم، بعض الناس قال ان هم عندهم مشكله من عدم حسن اداره شؤون النادي الفتره الماضيه. فما اقدرش اقول ان هو اجبار على الاستقاله، لكن وزاره الشباب والرياضه كانت بتترقب الموقف، لان انت عارف طبعا ان العدد القانوني في اعضاء مجلس الاداره لما بيستقيلوا واحد ويلوا الاخر او تلوا الاخر بيكون في مشكله ان هم بعد كده ما بيكملوش العدد المسموح ان يكون مجلس الاداره موجود. عشان كده حصل عمليه يعني المقعد كان شاغر اللي هو مقعد رئيس مجلس الاداره والنائب باستقاله سليمان وهدان. بعد كده استقاله احمد مرتضى منصور، تلاها عدد من الاستقالات المتتاليه. ده عمل مشكله قانونيه من ناحيه اكمال المجلس ده لمدته، فهنا وجب على المجلس ان هو بالكامل يقدم استقالته عشان ما يترغمش بعد كده باي حكم محكمه عادي ان هو يستقيل او يترك المنصب رغما عن ارادته. عشان كده المجلس خدها من قصيرها زي ما بيقولوا كده بالبلدي واستقال. طيب، الفتره بقى اللي جايه اللي هي الفتره الشاغره لحد شهر 10 لما يكون في انتخابات. الاول كان الانتخابات الكلام على انتخابات تكميليه زي ما احنا عارفين، اللي هي الفتره الاولانيه او مقعد رئيس مجلس الاداره، والمقعد الثاني بتاع مين؟ بتاع نائب رئيس مجلس الاداره. دي بنسميها انتخابات تكميليه. دلوقتي الانتخابات اللي جايه دي مش تكميليه. المعلومه اللي عندي ان الانتخابات ممكن ما تبقاش في شهر 10، والله اعلى واعلم. يعني ممكن المجلس اللي جاي ده او اللجنه المعينه الثلاثيه اللي جايه دي هي مش معينه من الفيفا، هي معينه من وزاره الشباب والرياضه. ممكن الاتحاد المصري خاطب الفيفا ان يعينها رسمي لمده سنه كامله تدير شؤون النادي، وده خبر حصري بنطرحه للساده اللي بيشاهدونا دلوقتي. تمام. فممكن وارد جدا ان ده يحصل، وارد ان المجلس ده ما يبقاش 3 شهور او شهرين زي ما بيزعم او بيقال ان هو يقعد لحد شهر 10. ممكن كواليس تانية تظهر خلال الفتره اللي جايه، لكن ما فيش شك ان في مشاكل كبيره قد تواجه نادي الزمالك الفتره القادمه. هي موجوده اوريدي بالفعل، والمشكله ان اللجنه اللي موجوده دي هي لجنه تسيير اعمال مش اتخاذ قرارات، عشان برضو الناس تبقى عارفه. هو برضه ما تنساش المشكله اللي دايما الجمهور بيعاني منها. يعني انا بشوف ان حته انك يبقى في سنه كامله يعين فيها لجنه تدير النادي بشكل او باخر. شايف ان ده هيدخل الزمالك في نفق مظلم، وشايف ان لا، هي لجنه مؤقته عشان تدير بشكل مؤقت وليكن شهر شهرين ثلاثه. لكن شايف ان مده السنه دي شايفها مده كبيره قوي، وشايف ان الزمالك هيتظلم فيها لو قعد، لانه هيقعد فتره كبيره. فما افتكرش ان الوضع ممكن بالنسبه له يختلف كتير عن مجلس مرتضى منصور لو اللجنه دي استمرت لمده سنه. عشان كده شايف ان الاصلح والافضل لنادي الزمالك ان اللجنه تدير بالكتير لمده 3 شهور
لغايه ما يكون في انتخابات بمجلس اداره يجي يقدر بقى اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يحاسبوه، يكون على قدر طموحات نادي الزمالك. لان زي ما انت قلت من شويه ان اللجنه اللي بتدير بشكل مؤقت هي لجنه تسيير اعمال، وبالتالي لجنه تسيير الاعمال دي المفترض ان هي ما بتاخدش القرارات اللي هي بتكون ايرجنت او قرارات ممكن تقدر تقول عليها مصيريه، سواء بقى من تعاقدات. خلينا نكون يعني صراحة اكتر، انك بتتكلم دلوقتي ان الجمهور ما يخصوش الا الصفقات، هو الجمهور ما يخصوش اي امر تاني للنادي. وبالتالي الصفقات النهارده عشان دي لجنة تسيير اعمال، فالنهارده عشان تقدر ان انت تمضي لعيب انت محتاج انك تاخد موافقة وزارة الشباب والرياضة، وعلى ما تيجي الموافقة ففي لعيبة كتير هتقول لك انا ايه اللي يجبرني على ان انا احط في بالي ان انا هنتظر لغاية ما جهة او اللجنه تسهيل الاعمال تبعت لجهه الاداره، وبعدين جهه الاداره ترجع تخاطب بالموافقه، وبعدين العقد وتوافق لك على العقد. قصه يعني اعتقد ان الزمالك هيكون في غنى عنها يعني. طيب هو زي ما انت تفضلت وقلت كده يا كابتن عبد الحميد، ده كلام مظبوط، بس تطبيقه بقى على ارض الواقع في الفتره اللي جايه دي مع نادي الزمالك، احنا مش عايزين الجمهور برضو ناخده الحته زي ما انت قلت نفق المظلم. وهو البعض برضو، خليني اقول لك ان انت دلوقتي ما شفتش برضو بادره حلول ازمات. هل انت شفت اي حل فتره ازمه مثلا، او مشكله اتحلت، او قيد لاعب، او جلب لاعبين جدد، او التعاقد مع لاعبين جدد على مستوى قدر وطموحات نادي الزمالك؟ ما حصلش. تمام. فاللجنه اللي جايه دي عشان نكون صراحه مع بعض هي لجنه تسيير اعمال فقط، اللهم الا اذا قرر اتحاد الكوره مخاطبه الاتحاد الدولي لكره القدم اللي هو الفيفا، صوره الفيفا، ويقول له ان هو عايز يعين اللجنه دي لمده سنه كامله عشان يقدر يديها صلاحيات مجلس اداره من حيث جلب والتعاقد مع اللاعبين. وده سبب فشل صفقه زيزو بالمناسبه، اللي البعض بيقول لك ان الشباب خلاص صرف نظر عن التعاقد مع اللاعب لما لقى ان في مشاكل كبيره داخل مجلس الاداره، يعني هو مش عارف يكلم مين. يعني انا عايز اخاطب نادي الزمالك، المجلس كله استقال خلاص. كده كده مرتضى منصور كان حتى في فتره وجوده ايام مجلس اداره نادي الزمالك هو ما كانش الرئيس الفعلي، هو كان منتخب يعني وديا كده من هو مجلس الاداره اللي اختاروا ان هو يكون ايه، يتكلم عن يعني بصفه النادي، لكن هو شرعيا وفعليا هو مش المجلس يعني هو مش رئيس مجلس الاداره. عشان كده جه بعد كده قال لك لا، ده احمد مرتضى هو الرئيس الفعلي بناء على اختيار مين؟ اعضاء مجلس الاداره. بعد كده كلهم اجتمعوا قال لك لا، كل اللي بيحصل ده وزاره الشباب والرياضه قالت لهم قدموا استقالتكم افضل ما انتوا تتجبروا عليه، عشان على الاقل يبقى في شكل خروج مشرف ومناسب ليهم. طيب الفتره دي الناس عماله تقول في شد وجذب كتير جدا، هل ممكن يكون في فتره احنا شايفين فيها، يعني انا عايز الزمالك مثلا زيه زي الاهلي، نفسي يكون زيه زي الاهلي، زي بيراميدز، زي اي نادي، كل الناس نفسها ان الكره المصريه حالها يتصلح، وحالها مش هيتصلح طبعا بوجود مشاكل اداريه كبيره جدا في نادي الزمالك. بتتكلم في اخر 10 سنوات او 15 سنه نادي الزمالك تقريبا اتغير على ايده كام مجلس اداره وكام لجنه معينه مسكتها. ودي برضو خلي بالك نادي الزمالك ليه قاعده جماهيريه مش بس في مصر، في الوطن العربي وفي افريقيا، من اعرق واقدم الانديه في مصر، وليه شأن وباع كبير جدا. طيب الفتره اللي جايه محتاجه تكاتف من الجميع، محتاجه حتى اللي بيعلن دلوقتي عن الانتخابات. انا شايف منظر ما عجبنيش تماما الفتره الماضيه. خليني اقول لك ان الفتره اللي فاتت شهدت ناس بدات بقى ان هي ترشح نفسها وتعمل حملات دعائيه، مش عايز اسمي اسماء، بس كل اللي موجودين على الساحه بلا استثناء الا من رحم ربي للامانه هم داخلين بيلمعوا نفسهم اكتر من ما هم يشتغلوا لنادي الزمالك، وده مش هينفع. انت كده جاي تستفيد من نادي الزمالك، مش جاي تخدم نادي الزمالك. يعني انت عايز تقول ان ان سواء اعضاء الجمعيه العموميه او جماهير نادي الزمالك بتطمح في ان يكون عندها مجلس اداره يمثلها مش من الوجوه اللي هي بتبقى موجودة وشفناها على مدار السنوات اللي فاتت اللي دايما بتكون موجودة في الانتخابات، بتكون موجودة في كل مكان. عايز تقول انك الزمالك محتاج دم جديد بفكر جديد غير الوجوه اللي كانت موجودة قبل كده. ده اولا، وثانيا يكون الدم الجديد ده يكون فيه تكاتف حوالين منه من الوجوه القديمه، لان الوجوه القديمه دلوقتي انا عايز برضو الناس تاخدنا لحته نقطه الفزاعه بتاعت استاذ ممدوح عباس، كل شويه يحجز على اموال نادي الزمالك. هو الموضوع ما ينفعش يمشي بالهوا. لو ليك فلوس خدها، مالكش فلوس خلاص انسى النادي، او لا، او لو انت بتحب النادي فعليا ما تبقاش عندك خصومه مع شخص معين جوه نادي الزمالك، لان دي بتعمل مشكله مع الادارات. حتى انت لو اداره ملهاش مش على وفاق مثلا مع استاذ ممدوح عباس او وفاق مع استاذ مرتضى منصور، ايا كان اللي هيمسك النادي، تمسك نادي الزمالك، بتتكلم في قيمه نادي الزمالك، عراقه نادي الزمالك، بتتكلم ان انت نادي الزمالك لازم تقف وراه
عشان انت وراك جمهور كبير، وراك جمهور يعني بيستنى اللحظه دي، بينتظر لحظه البطوله، مش هيستنى 10 سنين عشان يكسب كل 10 سنين بطوله. انت محتاج ان هو يبقى موجود دايما تدفعه، لان هو الجناح الثاني للكره المصريه، لو اتكسر هيتاثر كتير جدا المنتخب، وهتاثر كتير الكره المصريه، واحنا كده بنقتل المنافسه. فلازم وزاره الشباب والرياضه هنا بقى يكون ليها دعم للقصه دي، تسهيل القرض اللي تقدم بيه طلب للحصول عليه 300 مليون جنيه، الوقوف خلف نادي الزمالك لانه من الانديه الشعبيه، تحويل نفسه فريق كوره لشركه كره قدم. اظن احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا ان الموضوع ده لازم يحصل عشان تبعده بقى عن المشاكل الاداريه اللي موجوده في باقي الالعاب في النادي. طيب ده بالنسبة لوجهة النظر الفنية أو اللي تخص فرقة الكورة، لكن برضو يعني في وجود عضو من أعضاء الجمعية العمومية في نادي الزمالك، اللي برضو أكيد يعني عشان احنا نبقى بننقل وجهة النظر كاملة، وجهة نظر تحليل فني ورياضي وما يدور داخل الكواليس، مهم برضو ان احنا ناخد وجهة نظر عضو من أعضاء الجمعية العمومية الأستاذ عمرو جرحي. مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء الخير يا استاذ عبد الحميد، ازي حضرتك؟ انا يعني هقول لحضرتك من وجهة نظر كعضو يعني جمعية عمومية في نادي الزمالك. انا يعني مشترك في نادي الزمالك من فترة طويلة جدا، وكنت كنت اتمنى ان انا العب في الفرق الرياضيه بتاعت نادي الزمالك، خصوصا فريق الكوره، وانا في قطاع الناشئين حاولت اختبر كذا مره، بس يعني ما حالفنيش الحظ. فانا في نادي الزمالك من حوالي اكتر من 35 سنه مثلا او 33 سنه. نادي الزمالك طبعا حصل فيه في الفتره اللي فاتت تطور كبير على ايد المستشار مرتضى منصور. النادي بقى اكثر تنظيما، بقى يعني مستواه ارقى، الخدمات فيه انا بتكلم كعضو ليا، زوجتي وبناتي، الخدمات فيه بقت افضل، الالعاب اللي موجوده فيه منظمه، كل لعبه ليها الاماكن المخصصه ليها، الاعضاء ليهم اماكن يقعدوا فيهم يقضوا وقتهم فيه. يعني انت تقدر تاخد زوجتك واولادك وحتى اصدقائك وتروح تتغدى في النادي، تقعد اولادك مطمن عليهم والكلام ده. الفتره اللي فاتت دي كلها كانت الدنيا ما فيهاش اي مشاكل، ما كانش فيه اي حد يقول لك في مشاكل، خناقه في النادي، حد جايب حد يتخانق، حد مش عارف ايه، واحده حد عاكسها، الكلام ده كله. اي حاجه من دي كانت بتحصل، او الناس كلها عارفه ان في نظام، فعارف ان هو لو حد عمل اي موقف هيبقى فيه الامن بيتعامل معاه، سيستم وقواعد محطوطه. انا مش هكذب على حضرتك، يعني في الوقت اللي فيه المستشار مرتضى منصور انا بلاعب بناتي، بلاعبهم في التنس. الرسوم بتاعه الاشتراك الشهري بتاع التنس كانت شيء، ولما مش المستشار الرسوم زادت. طب ايه سبب ان هي كان الفتره القصيره؟ يعني اول ما المستشار مشي، المستشار مرتضى منصور مشي، الرسوم زادت لكل طفل. احنا مش بنتكلم في يعني ان الرسوم زادت وما زادتش. انت لو عايز تهتم باولادك هتضطر ان انت يعني تدور على افضل حاجه توصلهم ليها. بس انا ايه سبب الزياده من دي لدي؟ لما الفترة اللي قعد فيها المستشار مرتضى منصور، فترة الحبس وفترة ان هو المشاكل اللي بتحصل، واللجنة اللي كانت قبل كده بتاعت الاستاذ الكابتن حسين النبيب، كانت الفترة دي يعني انا حسيت كعضو في النادي الخدمات ما كانتش كويسة، النظافة ما كانتش كويسة، الكلام ده كله. انا بتكلم من وجهة نظر حد عضو جمعية عمومية وقاعد في النادي. يعني انت عايز توضح ان الازمه بالنسبه لك انت مش بتدافع عن مرتضى، ما بدافعش عنه، لكن انت بتقول ان الوضع انك شفت بالفعل الوضعين، وضعه وهو موجود ووضعه وهو مش موجود. الصراحه مش هكذب عليك، الراجل كان بيسهل حاجات كتيره، الراجل كان يعني بيمشي امور كتيره في النادي، والدنيا كانت ماشيه. على المستوى بقى ان انا راجل كنت نفسي العب كوره وبلعب كوره وبفهم كوره وبشجع نادي الزمالك من ساعه ما يعني وعيت على ان انا افهم الكوره والكلام ده كله. لا، نشوف بقى الفتره بتاعت اللي فاتت دي كلها في مشاكل. جبنا لعيبه كويسه بمساعده ناس خارجيه وبمساعده المستشار وبمساعده ناس كويسه كانت بتخدم النادي. جبنا لعيبه، خدنا بطوله الدوري، خدنا بطوله الكاس، رحنا لعبنا السوبر الافريقي، لعبنا في بطوله افريقيا، كنا بنعمل ماتشات كويسه. بس مش هو ده اللي جمهور الزمالك يطمح له. احنا من سنه 2002 بيتهيألي 2002 يا فندم ما خدناش بطولة افريقيا. صحيح. خدنا الكونفدرالية سنة 2018 ولا 2017 ولا 2019. يعني النادي الزمالك نادي كبير. انا يعني في فترة ان انا بدأت يعني اروح النادي والكلام ده كله كان الزمالك بياخد بطولات كتيرة. الوضع ما بقاش كده دلوقتي. انا باخد بطولة دوري 2014 واجي بعد كده اخد بطولة دوري 2021 والكلام ده كله. مش هو ده اللي احنا عايزينه في فريق الكورة. احنا دلوقتي اللي انا بدور عليه ايه؟
ليه الناس دي كلها بتتخانق على نادي الزمالك، على مصلحتها هي الشخصيه في نادي الزمالك؟ ليه ما يبقاش احنا كلنا، انا اسف يعني، ليه ما يبقاش احنا كلنا وحده واحده عشان ننجح نادي الزمالك؟ ما هو في الاخر هينجح، هتنبسط انت بتتفرج على فرقه كوره مميزه، فرقه هاندبول ابطال افريقيا، وفرقه على طول كانت بتروح كاس العالم للانديه، بقينا الزمالك ما بيروحش دلوقتي. طب ما يمكن الزمالك ما فيهوش ان الناس بتفضل المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه، بيحصل فيه العكس، عكس ما بيحصل في الاهلي. والله حضرتك تحس ان الموضوع ده مش موجود اكتر، يعني مع كامل احترامنا، اكتر موجود في النادي الاهلي. الناس بتحب الكيان حسب ما هو ظاهر لنا، نتيجة ايه؟ بطولات، الناس تعاملها مع الاعلام، الكلام ده كله. حاجة تانية مهمة جدا، انا دلوقتي ما بقتش عارف الحقيقة. يعني انت دلوقتي المستشار مرتضى منصور قاعد يقول لي الحجز هيتشال، الدنيا هتتشال، مش عارف ايه، الدنيا هتمشي كويس، تعاقدنا مع لعيبه ومش عارف، واحنا عارفين ان هو فعلا في شغل، وحضرتك كنت اشرت في حلقات قبل كده ان هم يعني جابوا لعيبه والكلام ده كله. طب انا فين دلوقتي الكلام ده؟ واقف ليه؟ ومنين بيقولوا ان الحجز هيتشال عن نادي الزمالك وعن ارصدته يوم الاثنين اللي فات؟ طب ما تشالش ليه يوم الاثنين اللي قبله، قبل ما اللجنه تيجي؟ عشان في ناس عامله موقف شخصي مع مرتضى. يبقى هو ده الناس دي كلها، انا اسف مع كامل احترامي، كل الناس دي على راسنا من فوق، وكانوا رؤساء نادي الزمالك واعضاء مهمين في مجلس ادارته، بس بيغلبوا مصلحتهم الشخصيه طبعا. على مصلحه النادي. ده امر واضح. انا نفسي في حاجه يا فندم، انا نفسي اللي هو رئيس مجلس اداره النادي، زي ما الكابتن محمود الخطيب، الناس جماهير النادي الاهلي هجمته في بعض المباريات لما كانت حاله الفريق مش كويسه، وفي الموسم اللي هو قعد الفريق بتاعه لمده 8 ماتشات ما يلعبش الفريق الاساسي ولعب بالناشئين تقريبا يا كابتن محمود، كانت 8 مباريات تقريبا. ها، بص لمصلحه النادي، قال لهم لا احنا بننشئ فرقه، بنقوي فرقتنا لان احنا مرينا بظروف مش كويسه، استحملونا والكلام ده كله. طبعا مش هو كابتن محمود اللي بيطلع يقول، لكن الاعلاميين اللي ورا النادي الاهلي هم اللي بيطلعوا يقولوا. لكن احنا بنلاقي في نادي الزمالك ان كل واحد واخد لعيب وطالع بيعمل بيه شو عشان مصلحته، مع كامل احترامي للجميع، انا مش بذم في حد، بس انا بقول كل الناس عملت كده. شيكابالا مع كابتن ممدوح عباس، مش عارف مين زيزو موقفه ايه، كابتن حسين لبيب يطلع يقول كذا، ميدو يطلع يقول في القناه، خالد الغندور يطلع يقول، 30 جهه بتتكلم. احنا ما بنقولش ان في حد، انا اسف، مش شريف ولا ايده مش نظيفه ولا بيطمع، لكن ابسط حاجه انا حاسس ان في ناس عايزه الشو الاعلامي ان هي تبقى موجوده في الصوره. لا ده انا عضو مجلس اداره نادي الزمالك، ده انا ورايا 20 30 مليون مصري غير الناس اللي في الوطن العربي وافريقيا. لا، الموضوع انت وراك 20 30 مليون واحد، لازم تبقى على قد المسؤوليه تحافظ على الناس دي. الناس دي كلها بتيجي من اشغالها وبتيجي من الالتزامات اللي عليها والكلام ده كله، بتقعد قدام ماتش الكوره، ماتش الهاندبول، ماتش الباسكت، ماتش الطايره، عايزه تتمتع بفرقتها وتشوف اتغلب، بس في نفس الوقت عايزه تكسب. انت الفتره اللي فاتت دي كلها فتره يعني هنقول يعني سقطات ومشاكل وانكسارات، زي ما الاستاذ محمود الكابتن محمود بيقول. انت في ناس جت ساعدتك زي مستشار تركي آل شيخ، وفي ناس كتيره دعمت الفريق. احنا فين من التدعيم ده؟ انت دلوقتي مش عارف تحافظ على اللعيبه بتاعتك. انت خلي بال حضرتك يا استاذ عبد الحميد، انا ممكن احافظ على اللعيبه بتاعتي وانا ما معيش فلوس كتيره زي الاهلي وزي بيراميدز، بس انا احافظ عليهم باستقراري. استقراري ده هيبين للعيب، زي ما حضرتك قلت في حلقات كتيره، هيبين للعيب ان انا فعلا في نادي محترم، هيخاف عليا، ليا مستقبل. مش في اي وقت انا هيحصل مشكله والناس هتمشيني من نادي وهضطر ان انا اقعد ادور على نادي تاني. مش هتبقى عارف انت بتتفق مع مين. ما هو النهارده انا اتفقت مع مجلس اداره، بعد كده ممكن اتفق مع مجلس اداره تاني. وبعدين احنا مش عايزين نقول ايه، رئيس اللجنه المؤقته ده راجل عمل وعمل وعمل وعمل، ماشي، عمل وعمل وعمل للنادي مش عمل لشخصه. احنا عايزين نتكلم في مصلحه نادي الزمالك مش في مصلحه اشخاص معينين. ما انا ممكن اجي واعمل، انا راجل اعرف اداري وافهم في الاداريات كتيره وفي الشغل الاداري، ممكن اجي واعمل. هتقولوا عمرو عمل لا، انا عايز نادي الزمالك هو اللي يبقى عمل عشان خاطر الدنيا تمشي والامور تسير يعني. معلش في الاطاله يعني. لا خالص، والله وجهه نظر محترمه، وبرضه لازم يبان للناس وجهه النظر سواء فنيه زي ما قلت لكم وتحليل، وفي نفس الوقت وجهه نظر برضه اعضاء الجمعيه العموميه. يعني اعتقد ان خدنا وجهتين النظر وشرحنا، والكابتن محمود والاستاذ عمرو كانوا موجودين. خدنا وجهة نظر فنية وخدنا وجهة نظر اعضاء جمعية عمومية. وانا في مقدمة الحلقة كنت قلت لكم هتكلم على احمد فتوح، وهقول لكم الوضع بالنسبة لاحمد فتوح ممكن يمشي ازاي، والوضع هيمشي ازاي، هل هيتم التجديد او ما يتمش التجديد. محدش اتفق مع الراجل، وخلي بالك الكلام اللي انا بقوله لك ده دي معلومات وليست توقعات.
عشان في فرق بين الاتنين. المعلومه اللي موجوده ان ما حصلش اتفاق مع احمد فتوح على اي تجديد. هل احمد فتوح حاطط مجموعه من الشروط؟ حاطط مجموعه من الشروط، لكن اهم هذه الشروط هو شرط واحد بس، ان هو يحصل على مستحقاته المتاخره كلها كامله دفعه واحده. ده الشرط الاولاني. طب احمد فتوح ليه مقابل قد ايه؟ ليه مقابل متاخرات 12 مليون جنيه. يبقى اذا هو طالب الحصول على 12 مليون جنيه دفعه واحده. وكمان الاتفاق على التجديد هو طالب ان هو يتساوى بعقد زيزو اللي طلع وانتشر الفترات اللي فاتت وكلكم شفتوه وعارفين قيمته قد ايه. وده هيبقى امر صعب على نادي الزمالك، والنادي الاهلي عنده استعداد انه يوفر ده اللي فتوح بالتعاقد مع فتوح بمبلغ 2 مليون دولار. واي نادي يتمناه طبعا. هو لعيب كويس، واعتقد ان الاتفاق شبه تم مع احمد فتوح. واعتقد ان احمد فتوح الموسم اللي جاي مش هيكون موجود في نادي الزمالك بشكل قاطع، هيكون موجود في النادي الاهلي. طبعا في نهايه الحلقه حابب اشكر كابتن محمود حافظ اللي كان معانا النهارده، محلل الكره العالميه. خدنا وجهه نظر محترمه منه ومهمه جدا. تحياتي ليك يا كابتن عبد الحميد، وموفق دايما ان شاء الله، وفي تقدم متزايد مستمر بامر الله. شكرا، تسلم يا رب. احب اشكر برضو الاستاذ عمرو جرحي من اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، اللي قال لنا طبعا على كل حاجه كانت بتحصل، وعمل لنا مقارنه بسيطه وسريعه بين الوضع في وجود مرتضى منصور والوضع بعد مرتضى منصور. شكرا يا استاذ عبد الحميد، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جديده. السلام عليكم.